المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. مشروع قرصة الزراعي يخلق فرص العمل. تدريب مهني لطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. مالاوي تعلن الحداد الوطني بعد مصرع نائب رئيس البلاد بحادث تحطم طائرة. مصرع 86 شخصا على الأقل في غرق غارب في نهر بالكونغو. عشرات الوفيات في حريق بمبنيين سكنيين جنوب الكويت. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تم الاحتفال بال14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم في إقليم شمال البحر الأحمر تحت شعار لنشارك الحياة بالتبرع بالدم. وقال رئيس فرع الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم السيد تولدي تسفازقي في المناسبة التي أقيمت في مصوع في 11 من يونيو إن الجمعية دأبت على تنظيم أنشطة التوعية وزيادة عدد المتبرعين الطوعيين بالدم في السنوات ال8 الماضية. وأعرب عن رضاه للتقدم المحرز حتى الآن رغم عدم تلبيته للتطلعات، موضحا بأن المناخ غير المواتي وعدم وجود بنك دم إقليمي يشكل عائقا. من جانبه شرح المدير الطبي لمستشفى مصوع الدكتور زموي مقنن فوائد وأهمية التبرع بالدم. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية السيد رزني في السها إلى بذل جهود مكثفة بالتركيز على الأشخاص المؤثرين لتحقيق نتائج أفضل. وتخللت المناسبة عروض فنية ركزت على أهمية التبرع بالدم. أفاد مدير مشروع قرصة الزراعية السيد تسفى ميكائيل قبر مدهن بأن المشروع يسهم في خلق فرص العمل لسكان المنطقة وتحسين حياتهم المعيشية إلى جانب سد متطلبات الإنتاج الزراعي. وأوضح أن المشروع يقوم بتنمية الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات والزراعة المطرية، ونتيجة لذلك يزداد عدد العمال في المشروع. وذكر الخبراء في المشروع أن المشروع من المشاريع الزراعية الكبيرة في البلاد يكتسب فيه العمال الشباب الخبرة العملية والمساهمة في التنمية وتوفير متطلبات الخضر والفاكهة والألبان واللحوم. وأشار السكان إلى أن وجود المشروع بالقرب من قريتهم ساعد في تمهيد الأرضية للعمل خاصة للمرأة. تلقى 213 طالب وعامل في كلية التجارة والعلوم الاجتماعية في الضايح دورة تدريبية مهنية في 5 مجالات ل3 أشهر في مجالات المونتاج والفيديوغرافيك والتصوير ولغة الإشارة وتقارة الكمبيوتر. وأوضح مسؤول شؤون الطلاب الدكتور أمين التخلاي في مراسم التخريج في 10 من يونيو مميزات اكتساب الطلاب للمهن إلى جانب التعليم الأكاديمي. وذكرت سكرتير الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الكلية الشابة تاغستي عقباي أن التدريب المهني للطلاب والعمال يقدم للمرة الثامنة وسيتم مواصلته لأهميته في تطوير القدرات. وقال مسؤول المشاريع في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع ساو ومؤسسة التعليم العالي إن تنظيم التدريب المهني جزء من برامج الاتحاد لتأهيل الشباب بالعلم والمعرفة. تبرع أعضاء المكتب المركزي لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالدم يوم 12 من يونيو بمناسبة 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع بالدم وكذا يوم الشهداء. وأفاد المتبرعون أنه إلى جانب الرضا النفسي للتبرع بالدم فقد تمكنوا أيضا من التحقق من أوضاعهم الصحية، داعين جميع شرائح المجتمع على اتخاذ مبادرات مماثلة. وذكر السيد محاري أبراهام والممرض يماني كفلة من بنك الدم الوطني أن إمدادات الدم الآمنة في البلاد تختلف عن البلدان الأخرى لكونها تعتمد على التبرع الطوعي المجاني بالدم.
ودعيا جميع الجهات الحكومية والجمعيات والمنظمات إلى تعزيز مساهمتها لسد النقص في الدم خلال موسم الخريف مع إغلاق المدارس. نظمت وزارة الزراعة سيمينارا تنويريا لممثلي المزارعين وشركاء العمل في مقركة بمديرية لوغو عنسبة إقليم القشبركة لمدة 3 أيام، تركزت حول جودة البذور وسلامة الأغذية والمنتجات الزراعية. وقدم مسؤول مراقبة الثروة الحيوانية في إقليم القشبركة السيد سعر أبراهام توضيحا بشأن المبيدات والأدوية البيطرية عامة والاستخدام غير الآمن للمبيدات وعواقبها خاصة، مذكرا بأمثلة على عواقب الاستخدام غير الآمن للأدوية على الإنسان والحيوان والبيئة. ودعا المزارعين لتجنب استخدام المبيدات والأدوية البيطرية المباعة بطريقة غير قانونية وبحث متطلباتهم من المهنيين الزراعيين. وذكر خبير رقابة الثروة النباتية السيد تسفى برهان قبرزقي وخبير رقابة الثروة الحيوانية السيد مآزا نقوسم أن مثل هذا السيمينار قد نظم سابقا في مديريات أخرى. ودعا مسؤول الزراعة في مديرية لوغو عنسبة السيد فرزون قبر ولد ومسؤولة التنمية الأصالية في المديرية السيدة إلسا رستوم المزارعين على توخي الحذر في أساليب البذور والغذاء ونقل المعلومات التي تلقوها إلى الآخرين. وطالب المشاركون وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الأمراض التي تظهر بعض حين. أعلن مسؤول عيادة مكعنيل في مديرية قلعلو مساعد التمريض بيان حيلي أن الجهود جارية لتطوير خدمات العيادة. وأوضح أن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وفحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة والتهاب الكبد، فضلا عن توزيع الأدوية والنظافة. وذكر القيام بأنشطة منظمة لنظافة البيئة بهدف ضمان صحة المجتمع عامة والأمهات والأطفال خاصة. وأشار إلى بذل جهود جادة للولادة في المؤسسات الصحية حفاظا على سلامة الأمهات وأطفالهن. أعلن مسؤول عيادة منكعنل في مديرية قرعلوم مساعد التمريض بيان. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أكد رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا أن الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيلما تحطمت وقتل جميع من كانوا على متنها. ووفقا لوسائل الإعلام المالاوية فأن النائب رئيس مالاوي و9 أشخاص آخرين من بينهم زوجته لقوا حتفهم بعد ما تحطمت الطائرة التي كانوا يستقلونها في سلسلة جبال تشيكاغوا. وأعلن الرئيس لازاروس شاكويرا يوم حداد وطني. وقال الرئيس أن الجيش المالاوي بدأ في نقل الرفاة من الحادث، مضيفا أن ترتيبات الجنازة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وشكر رئيس مالاوي الجنود الذين تطوعوا للبحث عن الطائرة على الرغم من أن الطقس لم يكن جيدا في غابة تشيغاكانغاوا. لقي ما لا يقل عن 86 شخصا من بينهم 21 طفلا مصرعهم بعد غرق قارب في نهر كوا، أحد روافد نهر الكونغو في منطقة ماي نودوم بغرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب ما ذكرت مصادر محلية. وبحسب المصادر وقع الحادث بالقرب من قرية لديبا، وكان القارب مبحرا صوب كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية من بلدة موشي. وأفادت المصادر أنه جرى إنقاذ 185 شخصا حتى الآن، محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا. ولا يزال عدد الركاب على متن القارب مجهولا.
لقي أكثر من 43 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بحافظة الأحمدي جنوب الكويت. وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية في تصريحات نقلتها وزارة الإعلام أن 43 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم إثر حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف، معلنا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصا في حصيلة أولية. وأضاف أن وزارة الداخلية نقلت بلاغا بنشوب حريق في منطقة المنقف وهرعت على إثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، حيث باشرت بانتشار الجثث والتعرف على هواياتها والبحث عن ناجين. وأن الحريق اندلع في مبنى عبارة عن سكن عمال مكتظ، مشيرا إلى أن غالبية حالات الوفاة نتجت عن الاختناق من الدخان خلال النوم، وتم إخلاء عدد كبير من قاطني العمارة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. مشروع قرصة الزراعي يخلق فرص العمل. تدريب مهني لطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية. مالاوي تعلن الحداد الوطني بعد مصرع نائب رئيس البلاد بحادث تحطم طائرة. مصرع 86 شخصا على الأقل في غارب في نهر بالكونغو. وعشرات الوفيات في حريق بمبنيين سكنيين جنوب الكويت. هكذا وصلنا إلى نهاية نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.